بسم الآب والابن والروح القدس إله واحد آمين. أهلا وسهلا بحضراتكم في قناة مريمينا مفرح القلوب. يتراءف عليك عند صوت صراخك، حينما يسمع يستجيب لك. يا رب، في سبت النور العظيم اجعل نورك في قلوبنا وحياتنا يفرح كل شخص حزين ومهموم ويمحي التعب والمرض. ادينا يا رب روح الفرح الدايم بقيامتك من بين الأموات. رسالتك النهاردة بشفاعة البابا كورولوس بيطمنك وبيقولك اطمن يا حبيب أبوك، إلهك يسوع المسيح سيريحك من كل أتعابك. لا تهدر وقتك وأيامك في حزن وقلق، ضع مشاكلك كلها أمام الرب له كل المجد، ودعه هو يتولى أمرها، واستمتع أنت بحياتك. ثق، كل شيء مؤقت، حتى مشكلاتك فهي مؤقتة. ما تقلقش، سيبها عليه وهو هيحلها بطريقة رائعة. سيرد لك البهجة ويصنع معك خير كثير. سيمتلئ قلبك بالراحة والفرح وتسكن مطمئنا. سيمتلئ فاك بالضحك والتهليل. يسوع هينزع من قلبك أي حزن ووجع وتنهد، وسيجعل للفرح والسعادة مسكنا فيه. يسوع العظيم قادر يغير كل شيء فيك، يخلق منك إنسان جديد، ويريحك من كل أتعابك، ويرتب أفكارك، ويهدم كل يأس لديك. يسوع هو رجائنا ومعيننا، لا يمنع عنك خير إلا ليعطيك خير أكثر منه. إلهنا حي وعظيم ويحبك جدا، خلقك على صورته ومثاله، وأنت تستطيع كل شيء في المسيح الذي يقويك. أنت أكبر من أي حاجة ممكن توقعك. ضع رجائك وثقتك في إلهك، ولا تنتظر شيء من أحد، بل القي كل همومك عليه، على الذي خلقك فقط. واشكر ربنا وخليك مبسوط ومبتسم مهما كانت الضغوط. ربنا هيفرح قلبك، وأي حاجة بتحصل لك من عنده هي خير. ثق، لا يوجد أقوى من يد الله، فاترك له دفة حياتك ليغلب كل ما هو ضدك ويقودها. إلهك معك دائما، ينير لك طريقك، يرشدك ويهدي خطواتك، يشددك ويشجعك. اوعى تخاف مدام كل الأمور في ايد ضابط الكل، وكل الأحداث بتسير حسب تدبيره. اتكل عليه من كل قلبك، وعلى فهمك لا تعتمد. يسوع بيحبك، هيطمنك وهيجبر بخاطرك، لن يخذلك أبدا. سيصنع من أحزانك مفاجآت سعيدة، وهتحصل تعويضات السماء لك. انتظر بإيمان ورجاء، إلهك لن ينساك، مش هيضيع أبدا اللي انت بتحلم بيه. وجعك ربنا حاسس بيه، والحمل خلاص مش هيخليه. فاطمئن جدا يا حبيب أبوك، الحكاية لسه ما خلصتش. ربك يسوع المسيح قادر يغير كل الظروف لصالحك. الظروف اللي ضدك هيخليها لمنفعتك ويجمعك بما تريد. صليله بثقة ويقين، وما تيأس أبدا. مفيش حد اتعشم في ربنا إلا وأخد اللي نفسه فيه، ويمكن زيادة كمان. ما تفكرش كتير ازاي هتحصل، سيبها تمشي بتدبيره،
وانت أكيد هتشوف العجب وهيملى حياتك بالأفراح. ربنا بيسمعك في كل الأوقات وبيستجيب في التوقيت الأفضل ليك، بس انت قول من قلبك يا رب. قرب من ربنا، هتشوف نفسك بصورة تانية خالص، صورة جديدة وجميلة. وجهك هينور وقلبك هيتملي حب لكل الناس ورحمة لكل محتاج. هتكون سند لكل ضعيف، وكمان ايدك المرفوعة قدامه هتبقى مليانة بالخير. هتبقى زي طير طاير ومرفوع، لأن يسوع بيغير وبيخلق كل حاجة من جديد. يسوع مستنيك، اسرع وسلم ليه قلبك، ده هو دايما شاعر بيك ومعاك في وقت تعبك واكتئابك وحزنك. انت مش هتهون عليه تفضل كده، لسه في أمل، هيفرحك وهيعوضك. افتكر الآية اللي بتقول: ففسد الوعاء الذي كان يصنعه من الطين بيد الفخاري، فعاد وعمل وعاء آخر كما حسن في عيني الفخاري أن يصنعه. أرمية 28 عدد 4. يعني خليك مطمن مهما كان إناءك باظ وقلبك تعب جدا ومشاعرك بقت كلها حزينة وعلاقاتك باللي حواليك علاقات فاشلة، ما تقلقش. قول يا رب من قلبك وانت هتلاقي كل اللي انكسر اتصلح، يعود ويصنعه من جديد، لأنه هو له كل المجد الفخاري العظيم. هيفتح لك الطريق المسدود قدامك، وهتبدأ أول خطواتك لحياة جديدة، والرزق اللي انت مستنيه هيكون من نصيبك، والعوض اللي انت بتتمناه هيجيلك لغاية عندك، وهتفرح جدا الأيام اللي جاية. آمن إن ربنا شايل لك حاجة انت هتفضل تشكره عليها طول حياتك. خليك فاكر دايما إن يسوع بيحبك جدا. كلمه وقوله على كل اللي جواك، وثق إنك هتشوف استجابات ومعجزات رائعة معاه. هتشوف إيديه وهي بتصلح لك كل شيء وبتحلل لك كل مشاكلك. بس انت ارفع قلبك وإيدك ليه وقوله محتاج لك يا رب تكون معايا وتفرح قلبي. وثق هتلاقي له كل المجد بيشتغل بقوة عظيمة معاك، وبيطبطب عليك بتعويض رائع، وبيمحي كل حزن وقلق جواك. الآية بتقول: ويكون في يوم يريحك الرب من تعبك ومن انزعاجك. فمهما كان الحزن والتعب اللي جواك، هيجي يوم راحتك قريب، هيجي يوم تعويضك بكل الخير. اطمن، يسوع مش نسيك. آمين. الرب يحفظك من كل سوء، يحفظ نفسك. الرب يحفظ خروجك ودخولك من الآن وإلى الدهر. وبركة وشفاعة البابا كورولوس تكون معانا كل أيام حياتنا. آمين. ربنا يبارككم ويفرح قلوبكم، وكل سنة وحضراتكم طيبين وبألف خير.